رباه مالي أدمعي لا تشرق، والفكر في أهوائه متعلق. رباه مالي أدمعي لا تشرق، والفكر في أهوائه متعلق، والقلب يخفق بالذنوب. وإنني يا سيدي من خفقه أتمزق. بداية القلوب بين يدي علام الغيوب. والله أنت وأنت أقسم بالله لا تملكين ما في قلبك. علم لا تملك ما في قلبك. فلربما أنت تحب رجلا لم يثني عليك خيرا ولم يجزل لك العطاء ولم ينفق لك درهما، لكن القلوب بيد الله. هذه القلوب الله عز وجل يصرف القلوب بحسب ما يقع فيها. ربما الرجل يكون مسرفا بالمعاصي هالكا في المعاصي، لكن في قلبه حب لله ولرسوله، فيصرفه الله جل وعز لطاعته في آخر عمره. لماذا؟ دائما حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الكتب الكتاب أقوى من كل متاع الدنيا. علم إذا كان القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإذا أنت أحببت وتعلقت بالقرآن فإن الله عز وجل من قوة حبك للقرآن ولو هلكت بالذنوب يجعل هذا الحب يصرف القلب في آخر عمرك لطاعته. كيف تعلق قلبك لله؟ أعطي ابذل ما تملك حتى تأخذ ما ترجو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واسمع، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يصلي على عجالة. رأى رجلا يصلي على عجالة. هذا عمر فاروق يميز الحق من الباطل، والله عز وجل آتاه تأييدا قرآنيا، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ورضي الله قبل ذلك عن عمر، وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمر بن الخطاب لما دخل المسجد رأى رجلا يصلي على عجالة، ثم جلس هذا الرجل يدعو ويرفع يديه إلى السماء طويلا. لهذا لتعلم لماذا يرد عنا الدعاء. جلس يصلي قليلا ويدعو طويلا، فجاء عمر ضرب هنا على كتفه، قال له يا أخي علم، قال له يا أخي لقد قللت المهر وطلبت عظيما. قللت المهر هي الصلاة، وطلبت العظيم، طلبت من الله الكثير وقللت المهر. لهذا الله عز وجل ينظر لك ماذا تقدم ليربط على قلبك. الصحابة لما ربط على قلوبهم رأى الله عز وجل في يوم بدر. تخيل أنت 300 وأمامك 3000 وأمامك 3000 جنود مجندة بأعتى أنواع الأسلحة، وأنتم 300 أقلة. لما رأى الله عز وجل كيف القلوب ترابطت على أن يبذل الدماء في مقابل نصرة هذا الدين، ربط على قلبهم وثبتهم إلى يوم الدين. لهذا كانت النتائج لا تدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقصة حاطب بن أبي بلتعة، لا تدري لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. علم فأنت ينظر الله عز وجل قدم ليؤخذ لتأخذ، قدم لهذا الإنسان بطبعه بخيل. الإنسان بطبعه بخيل في كل شيء بخيل، حتى في الطاعة يبخل على نفسه، لأن الطاعة نجاة، الطاعة طوق النجاة. تجد الإنسان يبخل على نفسه في الطاعة وهي طوق نجاة لله رب العالمين، لك تنجيك حتى تصل إلى بر الأمان. الله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قل لو أنتم تملكون خزائن ماذا؟ رحمة ربي. خزائن ماذا؟ رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لأمسكتم هكذا وكان الإنسان قتورا.
لهذا الله عز وجل لما أعد الجنة بزينتها قال وعزتي وجلالي لا يجاورني في الجنة بخيل. بخيل لن يجاور الله عز وجل في الجنة بخيل. فيجب أن تكون معطاء سواء في العطايا في الطاعات وفي ذكر اللسان وأعمال القلوب حتى يربط على قلبك. أما أن تهمل القلب من غناء ومسلسلات وتمثيليات ثم ترجو من الله أن يربط قلبك ما رأى منك ما سعيت إليه. كما الرجل يعاني من مرض عضال ثم يجلس في بيته ويرفع يديه اللهم إني أسألك الشفاء وما سعى للطب إذا كانت اسمع واسمع إذا كان علاج الأجساد يحتاج منك الجهد فكيف بعلاج القلوب الذي الجسد لو قرض بالمقارض لا يؤذي الإيمان. الجسد لو هلك وأحرق لا يضر الإيمان. فكيف القلوب هي الأقوى. الإيمان هو الأقوى رأس مالك. فكيف أنت تسعى لربط القلب ولنقاوة القلب وأنت لم تجتهد حتى في نقائه لا بذكر للقرآن ولا في سجدة في نصف الليل ولا في وقفة بين يدي الله وعينك تبكي. فكيف ترجو النجاة وما اطلعت إلى طرقها حتى. هذا ربط القلوب يبدأ من نفسك. فإذا رأى الله عز وجل شأنه منك العزيمة ورأى ما يسره سبحانه وتعالى ربط على قلبك. لهذا الله عز وجل ماذا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لهذا كل إنسان يحرم من سماع الخير اعلم أن الله علم أنه ليس في قلب هذا الرجل خير والعياذ بالله. فإذا أنت لم تسمع القرآن ما سمعت الحكمة ما سمعت الموعظة اعلم أن الله علم أن في قلبك لا يوجد خير فصرفك عن الخير. علم. هذا الله عز وجل لما ذكر في قصة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. علم. لهذا الله عز وجل أقعدهم لأنهم علموا جل وعز أنه لو خرج هؤلاء القوم لتقاعس المؤمنون عن الجهاد فأجلسهم في بيتهم. كذلك المرء تجد الرجل يجلس في بيته والإمام يصلي لأنه يعلم الله عز وجل أن هذا الرجل ليس في قلبه خير حتى يقوده للطاعة. هذا من أعظم أنواع التوفيق أن يوفقك الله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه لطاعة أنت أصلا أنت ما سعيت لها وإنما الله عز وجل قادك إليها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأناس تقاد إلى الجنة بالسلاسل يقادون إلى الجنة. لهذا إذا أردت أن تربط على قلبك فانظر ماذا أنتج قلبك ماذا سعيت لقلبك ماذا حرصت على قلبك. إذا كان الله عز وجل نهانا عن مجالسة أهل الهوى جل وعز شان ونهانا عن مجالسة الغيبة والنميمة وجلسنا عن سماع الغناء ونهانا عن سماع كل ما يؤذي حرصا على القلوب فكيف إذا أنت جالست هذه الأمور وما حرصت على نقاء القلب. يجب تحتاج وقفات مع قلبك. أسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا. من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله
فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون